السلام عليكم. تعرفوا ان في الثلاجات ال جي موديلين نفس المواصفات بالظبط باختلاف حاجه واحده بسيطه، والاختلاف ده عامل فرق 7000 جنيه حسب السعر الرسمي لشركه ال جي. علشان نعرف ايه الاختلاف البسيط ده يلا بينا نشوف. في البدايه دي البيانات اللي بتكون موجوده على الثلاجتين. لو اتكلمنا بلغه الارقام فعرض الثلاجه الواحد بيكون 79 سم والعمق بتاعها بيكون 73 سم. ولو اتكلمنا بلغة المواصفات فهنقول لحضراتكم سريعا أوجه التشابه بين التلاجتين. تكنولوجيا الصناعة بتكون كوري، التجميع أو التقفيل بيكون أندونيسي، فترة الضمان بتكون 10 سنوات، الشاشة الديجيتال اللي بتظهر درجة الحرارة، الهايجين فريش اللي بيسحب الروايح ويقتل البكتيريا، تكنولوجيا الثينك كيو اللي من خلالها نقدر نتحكم في التلاجة عن طريق الموبايل، الرف اللي موجود داخل التلاجة اللي بيحفظ درجة الحرارة عند صفر، تكنولوجيا الانفرتر اللي بتوفر في استهلاك الكهرباء، حجم الفريزر المتطابق في التلاجتين بالظبط. كل المواصفات اللي قلناها موجودة في التلاجتين بدون أي اختلاف، والاختلاف الوحيد اللي موجود في التلاجة دي إن هي أكبر في الارتفاع 8 سم، وده اللي خلى الشركة زودت في ثمن التلاجة 7000 جنيه. عاوزين نعرف من حضراتكم في التعليقات هل المبلغ ده يستحق الزيادة اللي موجودة في التلاجة دي ولا لأ؟